من القرن الماضي وبأحد السجون الألمانية وقعت واحد الحادثة غريبة، بحيث أن السجناء كانوا تعانيوا من سوء معاملة حراس السجن، باستثناء سجين واحد كان محكوم عليه بالمؤبد. كان كيحظى بأحسن معاملة من الموظفين، الأمر اللي خلى بقية السجناء يتعجبوا من هذا البلان. حتى كيفاش حنا كيكرفصونا وهو كيعاملوا معاملة الملوك. بداو يدوروا الهضرة عليه لدرجة أنهم ولاو يقولوا عليه عميل ومزروع معانا في الحبس، باغي يتجسس علينا وينقل خبارنا لحراس السجن والمسؤولين ديالو. ما كانش شي تبرير منطقي قدامهم باش يبروا ديك المعاملة الخاصة اللي تيحظى بها من غير أنهم يقولوا عليه عميل. وكان داك السجين فين ما يسولوا على السر تيحلف ليهم انه مجرد سجين بحالهم، وما عنده حتى شي صلة ولا معرفة مسبقة بالحراس. ولكن السجناء ما صدقوش هاد الرواية، وعاد ما زادوا شكوا فيه. وباش يثبت لهم انه صادق في كلامه، ما لقى ما يدير من غير انه يقول لهم السبب ديال هاد المعاملة الزوينة اللي كيحظى بها هو بالتحديد، وعلاش هما تعاملوهم معاملة خايبة. من كثرة الأقاويل والتأويلات ما لقاش حل آخر من غير أنه يخبرهم بالحقيقة. وكان هاد الشي من بعد ما اجتمع مع السجناء كاملين وسولهم: بغيت نعرف أشنو تتكتبوا في الرسائل الأسبوعية اللي كترسلوا للأقارب ديالكم. كلهم قالوا باللي كنكتبوا فيها الأحوال ديالنا والظلم والعذاب اللي تنتعرضوا ليه من حراس السجن، والكراهية اللي كنكرهوهم، وعلى السجن الطويل اللي ما عمرو غادي يسالي. تبسم السجين من بعد ما سمع كلامهم وقال: ايوا سيادنا، هنا كاين الحل ديال هاد اللغز. فانا ملي كنبغي نكتب شي رساله لعائلتي تنطمئنهم على الحاله ديالي، وتنخصص السطور الاخرى من الرساله باش نشكر الحراس على المعامله الزوينه اللي تيعاملوني بها، لدرجه انني تنضطر نكذب بعض المرات وتنذكر بعض الحراس بالاسم ديالهم في الرسائل ديالي. تعجبوا السجناء من كلامه، حيتاش عارفين ان دوك الحراس ظالمين وما يمكنش تكون غير الرساله اللي بدلت المعامله ديالهم معاه. سولوا واحد من السجناء على العلاقه ديال الرسائل بالامتيازات الكثيره اللي تيحظى بها في الحبس. رد عليه وقال ان كل الرسائل اللي تنكتبوا ما كتخرجش من الحبس حتى تيقراوها، وبالتالي تيكونوا مطالعين على كل كبيره وصغيره تنكتبوها في الرساله. ومن هنا تيقدروا يعرفوا شكون تيقدرهم وشكون تيتشكى منهم، شكون فينا تيشكرهم وشكون تيسبهم. عندي لكم نصيحه: غيروا الرسائل ديالكم المره الجايه وغادي تلاحظوا الفرق في المعامله. وبالفعل في الأسبوع التالي تفاجأوا السجناء أن جميع الحراس غيروا من معاملتهم ليهم تماما، ولكن للأسوأ، لدرجة أن ذاك السجين ولا حتى هو تيتعرض لأقصى العقوبات. تعجب من هذا البلان، تيقول مع راسو: وايلي، أنا كتبت نفس الرسالة اللي موالف نكتب، كنمدح ونشكر الحراس، ويلي اش وقع. هنا حس باللي شي حاجة ماشي هي هذيك. ملي خرجوا السجناء للساحة جمعهم مرة تانية وسولهم: اش كتبتوا في رسائلكم؟ كلهم قالوا باللي كتبنا انك وريتينا طريقة اللي نقدروا نخدعوا بها الحراس باش نكسبوا بها ثقتهم ونخليوهم يبدلوا معاملاتهم معنا بحالك انت، واننا خاصنا نمدحوهم في الرسائل اللي كنرسلوا كل سيمانة. فالعبرة من هذه القصة انك بعض المرات تقدر تنصح الناس وتضر راسك. داكشي علاش خاصك تختار لي من غادي تعاود سرك. وإلا بغيتي تختار فخاصك تختار الإنسان الأمين اللي يحفظ سرك وما عمرو يسيء ليك ولا يغدرك، وخا يوقع اللي وقع. فالشخص ملي تيختار الصديق كيولي المرآة ليه ولعيوبه، وكيعرف نقاط القوة والضعف فيه. شاركنا بصراحة في التعليقات، واش عندك شي صديق تقدر تثيق فيه وتخبره بأسرارك؟